بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. النهارده معانا التورت اللي انتوا هتشوفوها ديت طبعا بره العرض. تمام. التورت هتبقى ما شاء الله جميلة جدا. التزيين بتاعها حلو برضو، والاشكال اللي هي هتتعمل بيها ما شاء الله كانت جميلة وكانت خفيفة على القلب جدا جدا. ما شاء الله قرفتهم كانت جميلة قوي. التورت دي كلها كانت مقاس 18، ما عدا التورته اللي هي اول واحده دي كانت مقاس 14. تمام. اشتغل فيهم كلهم مره واحده في الفيديو، مش هقطعه يعني، مش هخلي الفيديو مرتين، هخلي الفيديو مره واحده بس، علشان خاطر برضو هخليه قصير. انا مش عارفه انتوا بتحبوا الفيديوهات تبقى طويله ولا قصيره، ابقوا قولولي في التعليقات علشان لو كده ابقى هخليها طويله شويه او قصيره شويه اللي انتوا عايزينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. التورت دي كلها مقاس 18، واخده مني 300 جرام دقيق في كل حله، عليهم 3 بيضات، عليهم معلقه محسن جل، عليهم كيس فانيليا، وعليهم ربع كوبايه ميه وحبه. تمام. طبعا انا كان مطلوب مني 3 تورت مقاس واحد. تمام. وكانت مطلوب مني التورتيه الاولانيه خالص ديت هتبقى مطلوبه مني مقاس 14، اصغر مقاس عندي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بدأت فيهم يعني، بدأت في الفانيليا كلهم الاول، وبعد كده بدأت في الاخر حاجة خالص الشوكولاتة، عشان كان عندي الفانيليا اكتر من الشوكولاتة. يعتبر تورتاية واحدة بس اللي كانت موجودة شوكولاتة. انا كان مطلوب التورتايه الفانيليا اللي انا بوريها لكم، اللي انا قطعتها دي كانت سخنه خالص، كانت لسه طالعه من الفرن وكنت مستعجله عليها. قطعتها وبردتها جنبي حوالي 5 دقايق، علشان هي كانت طالباها مني خلاص يعني، هي كانت طالبة مني 2 دولت، ورجعت زودت واحدة خلتهم 3. فانا طبعا الوقت زنقني، وهي طالباها مني قبل التسليم بحاجات بسيطة يعني، هسلم تاني يوم الصبح. فخبزتها لها وبردتها جنبي، وبعد كده اشتغلت فيها لما لقيتها باردة تماما تماما تماما. اول حاجة اشتغلت فيها تورتة الخطوبة ديت. تورتة الخطوبة دي انا هدتها، صاحبتها قالت لي انا هستلمها، انا كنت شغالة فيها الاربع، وقالت لي هستلمها الخميس، هي ما جاتش استلمتها الخميس واستلمتها الجمعة. فانا لما لقيتها قعدت في التلاجة لقيتها هبطت، وبقت يعني هابطة كده، وهي كانت 6 طبقات، كانت حوالي 17 سنتي، يعني الارتفاع بتاعها 17 سنتي. فانا قمت قايله لا، هي كده بقت واطيه على التمن بتاعها، انا كنت مطلعاه ب350. طبعا عشان اللولي المستورد اللي عليها، وعشان الوردة بشتريها ب75 جنيه الواحدة. قمت انا رايحة هدها من اول وجديد، واشتغلت فيها من اول وجديد يعني، حطت لها زودت لها طبقة كمان، وحطت لها الكريمة من بره، وظبطتها لها تظبيط خالص يعني. جت استلمتها وما شاء الله كانت جميلة جدا. اشتغلت بقى في اللي هما 3 تورت التانيين دولت. اخدوا مني الاولانية دي اخدت مني قد ايه كريمة، اخدت مني كوباية ونص. تمام. اخدت مني كوباية ونص بالفينش الاخير خالص، بعد الطبقة اللي انا زودتها لها. ال3 تورت بقى، كل تورتاية اخدت مني كوباية وربع. تمام. علشان انا كنت بضرب كوبايتين بكوبايتين، علشان طبعا انا كل ما كنت بحتاج كريمة كنت بضرب، كل ما بحتاج بضرب. تمام. عشان طبعا انا كنت غابزة، كانت في حد طالب معايا 3 عروض مع بعض. طبعا انا هعملهم معاكم برضو في الاخر الفيديو، اللي هو العرض ابو 130. فانا لما كنت بحتاج كريمة كنت انا بضرب لهم كريمة. يعني اعتبر كل تورتاية فيهم اخدت معايا كوباية وربع، احنا نقول كوباية وربع، بس هم اخدوا حوالي زيادة عن كده. انا كنت بجلسها التجلسة الاخيرة. تمام. وبجيب شوية كريمة صغيرين، ولونهم بقى بالاصفر وبالازرق وبالبامبا، طبعا علشان خاطر ما ياخدوش كريمة ياما واللون يطلع مظبوط. طبعا اللون ده قذر جدا، اللون الازرق والاحمر والاسود بصراحة اكتر 3 استغفر الله العظيم يا رب، بيبوظوا الايد وبيبوظوا البق وكل حاجة. بس انا طبعا كنت مخففة هنا اللون، يعني انا كنت عاملة طبقة بيضة تحت، وطبقة الزرقاء فوق، والطبقة الصفرا فوق، والطبقة البامبا فوق، علشان خاطر طبعا كل اللي يجي ياكل منه لو مش حابين اللون يستبعدوا اللون خالص. طبعا اللولي الازرق اللي انا كنت جايباه، انا بجيب منه ازرق، بجيب منه كل الالوان، يعني كل الالوانات موجودة، فبجيب من كل لون ب20 جنيه.
فما شاء الله بيخلي اللون معايا حلو والشكل جميل. طبعا زي ما انا قلتلكم كانوا مطلوب مني ال3 تورتات مع بعض، كل تورتاية كانت مكتوب عليها الاسم والسن، والبنوتة هي اللي كانت شوكولاتة. كانوا الاتنين مطلوبين فانيليا وواحدة شوكولاتة. تمام. عايزة اقول لكم على المقادير بتاعه التورتيه الصغيرة اللي هي مقاس 14. انا بخبز 300 جرام دي، عليهم 3 بيضات، عليهم نص معلقة محسن، عليهم كيس فانيليا، وربع كوباية مية وحبة. بقسمهم على حلتين، يعني انا عندي حلتين مقاس 14 بحط فيها اللي هو 300 جرام، بقسمهم على حلتين. تمام. عشان ايه متنسوش وتيجوا تسألوني في التعليقات، ببقى مفهماكم كل حاجة والاقي التعليقات كلها انتي كام طبقة مش عارف ايه. بتسألوني على الحاجات اصلا اللي انا قايلاها في الفيديو، انتوا ما بتتفرجوش على الفيديو للاخر، وعلشان كده بتخشوا تسألوني في التعليقات. تاني حاجة، انا بطلع التورة كلها على رقم 9 في المنشار، ما عدا العروض بطلعها يعني فوق الرجلين على طول. تمام، يعني تحت ال9. عشان برضو تبقوا واخدين بالكم وحافظين الدنيا فيها ايه، عشان انا ما بطلعش التورت على رقم 8 ولا رقم 7. انا شغلي كلته 5 طبقات 6 طبقات. مفيش الا التورتايه اللي هبطت دي اللي اخدت مني 7 طبقات. تمام. طلعت الاسعار بقى، انا بطلع التورت اللي هي مقاس 18 ب350، مقاس 14 بعملها ب250، بس علشان خاطر ديت كانت خطوبة وكان فيها ورد وكان فيها لولي مستورد، والتوبر انا طلعتها على 350. تمام كده، يعني الاسعار اللي في الفيديو بتاعه التورت دي كلها، ال4 تورت ب350 جنيه كل واحدة. العرض بقى انا مطلعه ب130 علشان خاطر هو هيبقى معاه 3 كبات، والتورتايه مقاس 14 على رقم 9. تمام. عشان طبعا مقاس 14 صغير جدا، فانا بقطعها على رقم 9، مش بقطعها فوق الرجلين على تحت ال9، زي مقاس مثلا 20 مقاس 18 كده. دي يعني هي الوحيدة اللي في العروض اللي بطلعها على رقم 9، عشان طبعا هي صغيرة، فما بتبقى صغيرة وكده هاجي اقطعها على رقم اللي هو تحت ال9 ده مش هتبقى حلوة وهتبقى صغيرة جدا. فطلعت بقى البوكس عبارة عن 3 كبات ومعاهم تورتايه ب130 جنيه. انا كنت بعمل العرض ده قبل كده على 100 جنيه، بس طبعا الحاجة غلت والحاجة بقت نار، وانا اصلا بشتري الخامات عندي يعني غالية جدا. كذا حد قال لي في حد بيبيع الخامات مش زي عندك، بس هطلبها شحن. وبصراحة انا كنت بطلب شحن وكان فيه علب بتجيلي مخبوطة وبايظة واكياس متفتحة. فمن يوميها بقى وانا قلت خلاص، اللي هدفعه في الشحن هجيبه من عندي انا من هنا. فمن يوم ما عرفت المحلات اللي انا بجيب منها، انا بجيب من كذا محل مش من محل واحد، فبقيت بجيب بقى ايه يعني الشحن اللي هدفعه 200 او 150 او 100. بجيب الحاجات هنا بتبقى زيادة على حبة، مثلا 10 جنيه 20 جنيه. فالحاجة بجيبها بنفسي، وبجيب الحاجة يعني بتفرج عليها وبشوفها وبعرف تعبيتها ازاي، والشكارة اذا كانت مفتوحة من زمان ولا من قريب. فعلشان كده بقيت بخلي بالي من كل حاجة ومعدتش بطلب شحن. عشان الاسعار غالية عندي شوية، فديت بقى مش عارفة بصراحة اعمل ايه، علشان خاطر ان انا اطلب شحن تاني والحاجة تجيلي بايظة زي كل مرة. فحرمت بقى بصراحة. انا كان شغلي كلته الاول كنت بطلبه شحن من القاهرة ومن اسكندرية ومن جنبنا من هنا من طنطا. وكان في محل اسمه شاتو برضو كنت بطلب منه، بس هو دي في دمياط القديمة باين او مش عارفة الجديدة. فكل ده طبعا انا كنت بطلبه شحن الاول، فخلاص بقى ما عدتش بطلب شحن وبقيت بجيب الحاجه من هنا، والفلوس الشحن بديها. الحاجات اللي بجيبها اسعارها زياده بقيت بدفعها في الزياده دي وخلاص. طبعا ده العرض. انا عملت بقى البوكسات، يعني التورتايه اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، كل تورتايه هما 3 تورت، كل تورتايه في بوكس معاها 3 كبات. تمام. بس انا عملت لكم عرض تاني بقى، عملت التورتايه اللي انا بزينها في الاخر دي معاها البوكسات دي كلها ب250، يعني هما معاهم 9 بوكسات 9 كبات، 3 مثلث والكبات اللي هي الورق دي. عملتها بكام؟ ب250. وعملت ال3 تورت ب250،
بس هي مفيهاش مكسب ياما، فيها حوالي حاجة و60 جنيه او حاجة و70 جنيه. فمرضتش اعرضها دلوقتي، لما اشوفي هظبط دنيتي الاول، لو عرضتها تمام، ما عرضتهاش خلاص. كنت عامله يعني التلات تورت ب250، فمرضتش اعرضها دلوقتي. فعرضت بس اللي هما ال9 كبات مع التورتايه الصغيره دي ب250 جنيه. ده عرض ما شاء الله كان جميل. كده التلات تورتات همت كنت عايزه اطلعهم على 250. فجيت حسبتها لقيتني مكسبي حاجات بسيطه خالص، فانا لو طلعت كذا بوكس هكسب فيها. خلاص الفيديو هيبدأ يخلص، اشوف وشكم على خير الفيديو جاي ان شاء الله، مع الف سلامه.